السلام عليكم ورحمة الله. أنا بشتغل في مجال مونتاج الفيديو وإنتاج الفيديو لسنوات يعني وأقدر أحكم على أي فيديو إذا كان فعلا حقيقي أو كان متفبرك. تمام. طبعا موضوع فبركة الفيديوهات ده آه، من زمان قوي، من بعد الثورة وإحنا كل شوية بنشوف فيديوهات متفبركة يعني. تمام. شفنا طبعا لو نفتكر الفيديو بتاع الأخ الإرهابي. تمام. أكيد طبعا كلنا فاكرين الشخص ده. جابوه وحاطط، مش عارف يعني ازاي، مركب العلم في البنطلون كده وماشي طبعا، وحاطط يعني مش عارف دي دقن طبيعية دي ولا ايه نظامها. المهم احنا عارفين القصة دي. والقصة دي طبعا الفيديو ده اتعمل واتكتب عليه ميليشيات الإخوان. الموضوع تقريبا بعد بتاريخ 6/7 بعد الانقلاب بكام يوم. لتخويف الناس من الإخوان وإنهم إرهابيين والكلام ده. طيب طبعا القضية دي خلاص على كده، هو اتعمل الفيديو والناس شافته. 30,000 مشاهدة، غير غير ده، غير قنوات تانية ناس اتفرجت عليها. وفي الآخر يعني لقينا الموضوع اتكتم عليه ومفيش أي حاجة. ألاقي بقى امبارح في أو النهاردة في الفيديو ده كاتبين إخواني يصفع سيدة مسنة. طبعا الموضوع يضايق أو يشد جدا، إن إزاي واحد يضرب سيدة مسنة. تمام. نشوف كده. دي واحدة ست كبيرة كانت واقفة أثناء محاكمة مرسي. تمام. طبعا أنا مش عارف هي واقفة تعمل إيه. لكن اللي أنا عايز أقوله إن الموضوع فيديو دقيقة واحدة خلاص. آه سهل جدا 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 ان انا اجيب واحده ست كبيره كده، خصوصا اذا كان ليها فيديوهات تانية طلعت فيها ايام رئاسه الدكتور محمد مرسي، وهي عماله تشتم وتعمل وكده، والاعلام ايه يسلط عليها الضوء. تمام. ممكن نبص كده ناخد بالنا بس من شكلها كويس قوي. تمام. وبعدين لو رحنا على هنا اهو، الحاجه دي برضو وهي عمالة تشتم في مرسي هنا. شوف كده، هو طبعا ال الفيديو بتاع رصد. تمام. انا هو حتى جايب الصورة عليها. لكن هي دي تروح تعمل بلبلة في اي مكان ما. تمام. وطالما هي بتعرف تمثل كويس قوي ومعاها المخرج، مفيش اي مشكلة خالص ان هم يعملوا لقطة في دقيقة. مش هتاخد منهم وقت ولا جهد، والامكانيات موجودة والناس موجودة، وهي ست غلبانة ممكن اديها قرشين بحيث تعمل مشهد. الغرض منه طبعا الاغراض كتيرة الايام دي. نتفرج كده ونشوف الحاجة دي. طبعا عمالة تشتم وتقول يا ابن الجزمة والكلام ده طبعا فيديو من فيديوهات الفيديو التاني اهو. طبعا زور امك وابن الكلب ومش عارف ايه، تقدروا تتفرجوا عليها يعني. انا مش عايز بس اضيع وقت الفيديو في ان انا اقعد اتفرج على الحاجات دي. طبعا المفروض انها ست كبيرة ومحترمة يعني، المفروض ما تعملش التصرفات دي. لكن يعني انا كده انا استشفتها لما لقيتها طالعة في كذا حاجة. قلت المشهد ده لابد ان هو متركب طبعا. ممكن يعني هنتابع مع بعض دلوقتي ونشوف. هنشوف بقى ايه ازاي تمت التمثيلية دي. واحد طلع وراح عامل اشاره رابعه، لا وعاملها في يعني في وش الكاميرا، يعني مش عارف، غريبه شويه. ايوه. طيب طبعا محدش خد باله قوي يعني. ولو ان هم عملوا بطأوا الحركه. لكن مش ده اللي هيلفت انتباهك. اللي هيلفت انتباهك العنوان اول حاجه. تاني حاجه الضربه نفسها. عارف انت اللي هي جت على طول وعمل يعني عمل لك بعديها حركه بطيئه كده.
انت ما خدتش بالك هي الضربه اصلا جت فين. انا طبعا بص يعني انا مش عايز اوعى حد يفتكرني ان انا ببرر ان هو سواء ضربها على ايديها او طبعا ما ينفعش يمد ايده عليها. لكن انا بقول لك ان الموضوع ده متمثل، الحاجه دي متاجره والباشا ده والباشا اللي جنبيها الثلاثه دول، واحتمال يكون كل ال 15 نفر دول. الموضوع مش صعب يعني، الموضوع مش صعب خالص. الافلام، في افلام بيجيبوا فيها الاف البشر عشان يمثلوا حاجه او عشان يعملوا جيش. والافلام بتقعد بالسنين عبال ما بتنتج. الموضوع ده مش دقيقة واحدة، سهل جدا بسيط جدا انك يعني تعمل اللقطة الجميلة دي. نشوف كده مع بعض. طبعا هذه الضربة جت على ايديها، ما جاتش على وشها، بس هي ايه، هي عملت ايه؟ راحت حطت ايديها على خدها. اه يعني ضربني على خدي، قليل الادب، واخد بالك؟ وبعدين طبعا هيقعدوا ايه، هم باين ان هم ايه، بيعملوا عليه حفله او بيضربوه. المفروض ده كان اتقطع حتت، يعني ازاي يضرب واحده ست كبيره؟ انا لو شفت المشهد ده قدامي هقطعه حتت. لا هو يا دوب ايه، اتزق كده وتسبله الدين والكلام ده، وبعد كده ايه، راح مشي. نقدر نشوف كده. وفي الاخر يعني وسط كل الحشود دي اتساب خالص ومشي. في امان الله كده اللقطه خلصت، وبعد كده ايه، هيقوم في الاخر نازل بايه، بالفاينل، يعني ان المشهد خلص. بصراحة يعني الموضوع ده كتر قوي وبقى سخيف. وبصراحة يعني في ناس طبعا اكيد، الناس اللي مش واخده بالها من الاعلام او مش اول ما ركزش او شافوا مره واحده، هيشوفوا مره كده من اول ما يشوفوا يبدا يعمل شير. صفحات كبيره تحطها بيبقى فيها بالالاف والكلام ده، وكل الناس دي يشوفوا على ان ده اخواني كذا. طبعا اولا ما كانش مكتوب على جبهته ان هو اخواني، او عشان يعني عشان رفع رابعه يبقى هو اخواني. طبعا دلوقتي الموضوع يعني لو انت لسه مصدق يبقى خليك مصدق ان كل اللي بيرفعوا اشارات رابعه وكل المتضامنين في العالم كله دول تبع التنظيم الاخواني، خليك مصدق حاجه زي دي. لكن انا عايز اقول لك ان هو ممكن يكون واحد عادي، ممكن هو ده يكون بيمثل يعني التمثيليه دي. انا كان ممكن ما اشكش في الحاجه لو ما كنتش لقيتها في فيديوهات تانية. تمام. لقطة يعني اللقطات زي دي سهلة جدا. احنا كنا شفنا الشباب اللي هم عملوا لقطة بيتريقوا فيها على موضوع ان الاخوان طالعين وبيحطوا اكياس دم وبيبانوا ان هم بيموتوا. عملوا لقطة كده ظريفة. طبعا يعني اللي انا عايز اوصله من حاجة من الفيديو اللي انا جايبه ده، ان سهل جدا. ادي مخرج انا معايا اهو كاميرا وجايب اتنين تلاتة اصحابي وفي لقطة كده وبمثل حاجة معينة. تمام. فدي مش حاجة صعبة ان انا يبقى معايا الكاميرا واطلع انا واتنين تلاتة اصحابي نقف في الشارع ونعمل اي مشهد احنا عايزينه. وطالما في مخرج، هو المخرج اللي يحدد ده ده لا لا عيد هنا. الكلام ده معروف وسهل. وانا باذن الله هحاول بقدر الامكان في اي حاجه زي دي ان انا انزل فيديو واوضح فيه لو هو فعلا في حاجه. تمام. وحتى لو فرضنا ان ده واحد جه عمل كده، فمش ما ننساش طبعا ان في عشرات الالاف من الناس اللي معتقله ليه اخت، واللي اتقتل اخوه او ابوه او عمه او خاله يعني. في آلاف القتلى، في آلاف المعتقلين في البلد. فطبعا يعني طبيعي جدا انه لما يشوف حد عمال لسه بيشكر في الجيش وفي الشرطة وفي الكلام ده، ان هو ينبسط. يعني عيب قوي لما يكون حد ميت لي واقعد اطلع اشكر في الجيش والشرطة اللي قتلوه. بصراحة دي حاجة هتضايقني. تمام. آه يعني يعني نص مليون مشاهدة ولسه طبعا ملايين المشاهدات. اتمنى الفيديو ده يوصل لاكبر عدد من الناس ويفهموا بقى القصة بتتحاكي ازاي. ويا ريت ما حدش يضحك علينا بمشهد عبارة عن دقيقة. احنا عقولنا اكبر من كده، وربنا سبحانه وتعالى خلقنا عشان نفكر شوية ونتدبر يعني. شكرا جزيلا ليكم، السلام عليكم ورحمة الله.